ازاي المسيح مات للصليب؟ في نقط كتير. اول نقطة، يسوع يخبر بصلبه وموته وقيامته. دي اتذكرت في انجيل متى اصحاح 16 آية 21 اللي بتقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. والآية دي بتدل على المسيح هيموت ويصلب في اورشليم، ودي اتذكرت يوم حد شعنين هو دخول المسيح الى اورشليم. تاني يوم الاثنين حصلت فيه حاجات كتير. اول حاجه هي لعن شجره التين. المسيح وهو ماشي شاف شجره شكلها حلو من بره لكن ما فيهاش ثمر فقام بلعنها. كمان دخل الهيكل لقى فيه بيعه بيبداون بيشتروا فيه، فقام بتطهير الهيكل وقال: بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص. بعد كده جه يوم الثلاث المسيح شاف التينة اللي عنها يوم الاثنين، وكمان قال امثال كتير زي مثل العذارى والوزنات وكرامين الاردياء. بعد كده جه يوم الاربع يهوذا بيبيع المسيح ب30 من الفضه، باعوا للكهنه. كمان جت مريم اخت العازر سكبت الطيب على رجل المسيح وكانت بتمسحها من شعر راسها بالدموع. بعد كده جه يوم الخميس المسيح عمل حاجات كتير. اول حاجه ان هو غسل ارجل التلاميذ وده يدل على تواضع المسيح. بعد كده عمل سر الافخارستيه اللي هو جسد ودم المسيح. بعد كده الخميس بالليل وعد التلاميذ ان هو هيديهم روح معزي اللي هو الروح القدس. وكمان راح صلى على جبل الزيتون، وكمان طبعا القبض على المسيح في جبل الجسيماني، وكان عرقه ينزل كقطرات دم. واثناء قبضه على المسيح بطرس قام بقطع اذن عبد رئيس الكهنه. دلوقتي عرفنا ازاي المسيح مات الصليب، لكن اشمعنى المسيح اختار الصليب بالذات عشان يتصلب عليه؟ طب دلوقتي اشمعنى الصليب بالذات؟ زمان كان في كذا طريقه، كان في الرجم، كان في الجرق. مكتوب بدون سفك دم لا تحدث مغفره، فلازم يبقى في طريقه فيها سفك دم، فكان استبعد الجرق لان في الجرق مفيش سفك دم. ومكتوب برضو في مزمور 22: وعظم واحده من عظامه لا تنكسر، فاحنا كده هنستبعد الرجم لان في حاله الرجم العظم كله هيتكسر، مش هيبقى في عظمه سليمه تقريبا، فكده ما تبقاش للصلب. زمان لما ادم اخطا بقى خد الخطيه هنا كانت لعنه. مكتوب في رساله غلاطيا مكتوب: ملعون كل من علق على خشبه، فكده بالصلب اتحقق الهدف الاساسي من الصلب اللي هو ان المسيح يشيل عننا لعنه الخطيه. وبرضو زمان ايام ادم كان في شجره اسمها شجره الحياه. شجره الحياه دي اللي كان بياكل منها كان بيحيا الى الابد. والخشب ده مصنوع من ايه؟ اكيد مصنوع من شجره، يعني جاي من شجره. فالمسيح كان عايز يقول لنا ان بسبب المسيح ادانا الحياه الابديه من جديد. وبرضو كان في نبوات كتير قوي كانت لازم تتحقق. اول نبوه في مزمور 22 اول ايه بتقول: الهي لماذا تركتني؟ دي واحده من السبع جمل اللي المسيح قالهم على الصليب. وبرضو في نفس المزمور آية 5 مكتوب: إليك صرخوا فنجوا وعليك توكلوا فلم يكذوا. وده اللي حصل مع اللص اللي كان مصلوب جنب المسيح لما قال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. والمسيح قال له: اللي انت كمان في الفردوس. المسيح هو ذبيحة العهد الجديد. زمان الذبيحة كانت لازم تتعمل على مذبح من الخشب زي ما هو موجود في سفر الخروج. وبرضو المسيح في حالة الصلب كان مات واقف، وده بيدل على القوة. وزمان لما آدم عمل الخطية احنا أصبحنا مطرودين من السمائيين، ففي حالة المسيح وهو على جبل جلجثة كان ما بين السماء وما بين الأرض. ده بيدل على الصلح اللي المسيح عمله ما بين السمائيين والأرضيين. بس برضو في سؤال تاني في دماغي: هو فعلا المسيح هو اللي مات ولا حد تاني شبهه؟ المسيح هو اللي اتصلب ولا حد تاني؟ الموضوع ده متكلم عنه مؤرخين كتير جدا، مؤرخين حتى مش مسيحيين، زي مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس قال في كتاب العاديات: كان في راجل حكيم اسمه يسوع من الناصرة، كان ممكن ما نسموش انسان من كتر المعجزات اللي بيعملها، وانتهى به الامر الى الصلب. ومؤرخ تاني برضه يهودي اسمه تاسيتوس كان في كتابه الحليات قال ان كان في راجل حكيم اسمه يسوع اتقتل في عهد بيلاطس البنطي. برضه التلمود اليهودي كتب فيه قصة صلب يسوع اللازم من الناصرة. برضه في مؤرخ تاني اسمه كليسوس الأبيقوري قال في كتاب البحث عن الحقيقة ان كان احد اتباع المسيح واحد خانه والتاني انكره وفي الاخر اتصلب. برضه كان ديوناسيوس الأريوباغي ده راجل دارس فلك وكان قاضي في أثينا، قال ان الظلمه اللي حصلت وقت صلب المسيح دي ظلمه مش طبيعيه، لدرجه ان هو افتكر ان الوقت ده لا اما نهايه العالم لا اما كله اللي هو درسه في الفلك ده كان كله غلط. بعد كل الدلائل والاثباتات دي اكيد المسيح هو اللي اتصلب على الصليب، بس هل بقى هو مات على الصليب ولا ما ماتش؟ نيجي بقى لسؤال: هل المسيح مات على الصليب ولا لا؟ في ناس كتير بيقولوا ان هو ما ماتش او اغمى عليه او حصل له اي حاجه تانية. اول حاجه عندنا هي الدلائل الطبيه. الدلائل الطبيه ان المسيح اتعذب عذابات كتير قوي بانواع كتير قوي كانت كفيله ان هي تموته اصلا. اول العذابات عندنا هي الالام النفسيه اللي اتعرض لها المسيح. الالام النفسيه اللي اتعرض لها المسيح
بدأت في بستان جثماني لما كان قاعد بيصلي، وحصلت له ظاهرة نادرة جدا اسمها هيموهيدروزز، ودي اللي قالها معلمنا لوقا، قال وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. يعني العرق كان مصحوب بدم، ودي ظاهرة طبية نادرة جدا بتنتج عن الآلام النفسية الشديدة اللي اتعرض ليها المسيح. وعندنا دكتور اسمه ميسيريل بيتكلم عن الموضوع ده. الدكتور ميسيريل بيقول إن المسيح كان عارف كم العذابات اللي هيتعرض له تاني يوم، لأن هو الله. المعرفة دي نتج عنها إن الآلام النفسية الشديدة اللي أدت للظاهرة الطبية دي الآلام النفسية اللي اتعرض ليها المسيح. تاني حاجة عندنا الآلام الجسدية. المسيح اتعرض لآلام جسدية كتيرة جدا. أول حاجة فيهم كانت الجلد. قبل ما نبدأ في مرحلة الجلد عايز أعرفكم على حاجة. الصوت الروماني اللي كانوا بيجلدوا بيه كان عبارة عن عصاية خشب وبيبقى موجود فيها 3 ضفاير من الجلد، وكل ضفيرة آخرها 3 كور من العظم أو من الرصاص. دي كانت بتبقى صعبة جدا لما حد بيتجلد بيها. عدد الجلدات عند الرومان كان عادة بيبقى 39 جلدة. فالجلد عند الرومان كان بيبقى بطريقة بشعة جدا، لأن الصوت ده كان لما بينزل على الجلد أو بينزل على أي حتة في الجسم كان بيعمل حاجات كتير، منها إن هو كان بيعمل نزيف شديد في الجزء اللي بيتضرب فيه، وكان بيعري جزء من العضلات أو بعض أجزاء من العضلات، وكانت بتوصل لحالات إنه يعري جزء من العمود الفقري. وكان في ناس أصلا في الموضوع الجلد ما بتستحملش الموضوع ده وبتموت في الجلد، يعني ما كانوش بيكملوا بقية العذابات وكانوا بيموتوا في الجلد. فالجلد عند الرومان كان حاجة بشعة جدا. تاني حاجة عندنا هي آلام حمل الصليب. الحتة اللي شالها المسيح من الصليب كان وزنها تقريبا من 32 ل 41 كيلو، فدي كانت تقيلة. وغير كده ان هو مشي من 600 ل 800 متر. مهما كان هو مشي فهو مشي كتير قوي وهو شايلها مع كم الجروح اللي كان متعرض ليها ظهره، فدي كانت صعبة. وبعدين الخشب اصلا بيبقى طالع منه بروز كده او شوك كده. الشوك دي لما كانت بتخش في يعني احنا اصلا لما في شوكة بتخش في اي حتة في جسمنا بنقعد نحاول نشيلها، ما بالك بقى لما تكون جروح عميقة ويجي يخش فيها خشب بتزيد اكتر، ودي بتبقى حاجة بشعة جدا. تاني حاجة آلام الصليب نفسها. الصليب كان بيبقى طوله تقريبا كده 4 متر، فدي اصلا كان فيها صعوبة في التنفس، الاكسجين بيبقى قليل. وغير كده ان هو المسامير اللي اتصلب بيها كان طول المسمار تقريبا حوالي 13 سنتي، وكان بيتدق في المنطقة دي. فكان لما بيتدق هنا، لما المسيح اتدق بيه هنا، هو دمر كل الاعصاب والاوتار اللي كانت بتبقى موجوده في الجزء ده، فبالتالي الجزء ده عنده كان بيبقى مشلول. وكمان رجليه كان ما بين عظمتين الساعد هنا برضو في رجليه بيدق في نفس المنطقه. في موضوع التنفس، احنا لما بنيجي نتنفس لازم نطلع، عشان نتنفس لازم ناخد زي شهيق كده بنطلع بجسمنا. فهو كان كل مرة بيحاول يتنفس فيها كان بيضغط على المسامير اللي في ايده وفي رجله، فالموضوع كان بالنسبة له صعب، لا يتنفس ويضغط على المسامير ويتوجع وتبقى فيه آلام شديدة، لا اما ان هو يتخنق ويموت. في حاجة تانية حصلت على الصليب، وهي نزول الدم والمية من جنب السيد المسيح لما الجندي ضربه بالحربة. عندنا دكاترة كتير بتتكلم في الموضوع ده، بس احنا هنتكلم على 3 دكاترة بس. اول دكتور وهو الدكتور باربت. الدكتور باربت بيقول ان السائل ده اسمه سائل التيموري، وده بيبقى موجود في غشاء القلب من بره. غشاء القلب فيه غشاء بيبقى حوالين القلب من بره، ده بيبقى موجود فيه. وده بيقول ان هو خرج نتيجة لانفجار في عضلة القلب، دي هنتكلم عليها كمان شوية في اسباب موت السيد المسيح. والدكتور التاني هو الدكتور مودر، وده دكتور اشعة الماني، بيقول ان السائل اللي خرج ده هو السائل اللي موجود في الكيس البلوري اللي موجود في الجهاز التنفسي. فلما المسيح مات ده نزل في تجويف البطن وخرج مع اول ثقب في بطن السيد المسيح. ان السائل اللي بيتجمع من الجروح ده بيتجمع في البطن بيخرج مع اول ثقب في البطن. ده رأي الدكتور أنتوني سافا. بعد كده عندنا الدلائل العقلية. الدلائل العقلية اللي هي بالعقل احنا نفهمها. احنا طبعا كلنا عارفين يوسف الرامي ونيقوديموس هم اللي دفنوا المسيح، زي ما الانجيل بيقول ثم ان يوسف الذي من الرامة هو تلميذ يسوع ولكن خفية بسبب اليهود. وسأل بيلاطس ان يأخذ جسد المسيح، وجاء ايضا نيقوديموس الذي اتى اولا الى يسوع ليلا. في الآية اللي بعدها بيقول فاخذ جسد يسوع المسيح ولفاه باكفان مع الاطياب.
هل المسيح لو ما كانش مات كان بيلاطس اصلا هيرضى يديهم الجسد اللي يديهم ليوسف الرامي ونيقوديموس يعني؟ اكيد لا. وكمان في حاجه، الرومان كان عندهم خبره كبيره في موضوع الصلب، فكانوا يقدروا يعرفوا اللي مات ده بالنظر، وكانوا اللي ما كانش بيموت كانوا بيكسروا رجله، زي ما اللصين اللي كانوا مع السيد المسيح اتكسر رجلهم. فده بيأكد برضو ان المسيح مات عشان ما اتكسرش رجله. تالت حاجة وهي الأدلة الكتابية، عندنا آيات من الإنجيل بتأكد موت المسيح، زي فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح، دي في يوحنا 19:30. وفي آية تانية بتقول وجعل مع الأشرار قبره ومع غنى عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش، دي نبوءة في أشعياء 53:9. بس أنا بقى عايز أعرف إزاي المسيح مات وهو إله؟ قبل ما اتكلم عن الموضوع والسؤال بتاعي، خد كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى نكمل. في بدايه السؤال بتاعي بيقول ازاي المسيح مات وهو اله. طبعا احنا هنتكلم عن لاهوت، ان المسيح كان اله كامل وانسان كامل. كان انسان كامل انه كان بيتعب، زي وكانت هناك بئر يعقوب فاذ كان يسوع قد تعب من السفر، دي في يوحنا 4:6. وانه كمان كان بيعطش فقال لها يسوع اعطيني لاشرب، دي برضه في يوحنا 4:7. وكمان كان بيجوع، في الايه بيقول فبعد ما صام 40 نهارا و40 ليلا فجاع اخيرا، دي في متى 4:2. وطبعا حزن وفيما هو يقترب نظر الى مدينه اورشليم وبكى عليها، دي في لوقا 19:41. وطبعا اكتئب في حديقه جثيماني في الايه ثم اخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب، دي في مرقس 14:33. دي حقائق بتأكد ان المسيح كان انسان كامل وفي نفس الوقت كان اله كامل. في ايات بتدل على كده برضو، زي المعجزات اللي كان بيعملها، زي خلق عين جديده للمولود اعمى، قال هذا وتفل على الارض وصنع من الطفل طينا وطلب الطين عيني الاعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل، فمضى واغتسل واتى بصيرا، دي في يوحنا 9:6. وطبعا اقامة لعازر من الموت، ودي محدش يقدر يعملها غير الاله. فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينه الى فوق وقال ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي، ولكن لاجل هذا الجمع واقفا قلت ليؤمنوا انك ارسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت يداه ورجلاه مربوطتان باقمصه ووجهه ملفوفا بمنديل، فقال لهم حلوه ودعوه ليذهب، دي في يوحنا 11:41 لآية 44. دي بتدل برضو ان كان اله كامل. دلوقتي عرفنا ان اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين. طب هما كانوا فين ساعة الصلب؟ الناسوت قبل الصلب او في ساعة الصلب قبل ما يموت كان جسد وروح مجتمعين مع بعض ما بينفصلوش، لكن بعد الموت انفصل الجسد وانفصل الروح. فالناسوت بعد الموت انفصل، بقى الجسد لوحده والروح لوحده. واللاهوت كان فين بقى ساعتها؟ اللاهوت ما انفصلش عنه، قبل الموت كان موجود مع الاتنين عادي. بعد الموت اللاهوت راح مع الجسد للقبر، عشان كده جسد المسيح في ال3 ايام قبل ما يقوم ما رأاش فساد. بعديها راح مع الروح للجحيم، عشان كده تزلزلت ابواب الجحيم وشق متاريس الحديد وخد الابرار معاه للفردوس. وكمان اللي يثبت ان المسيح كان اله قبل الموت وبعد الموت الايتين بيقولوا من الساعه 6 كانت ظلمه على الارض الى الساعه 9. عالم قال ان الظلمه دي ما كانتش ظلمه عاديه، الحاله دي كانت نادره، لان الظلمه دي ما حصلتش في الابد، وكان بيظن ان هي نهايه العالم، وان الفلك اللي درسه ده كان كذب. ودي برضه يدل ان ده اله مش الانسان عادي مصلوب. وبعد الموت فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح. هنا المسيح كان مات، وبعديها على طول واذ حجاب الهيكل قد انشق الى 2 من فوق الى اسفل، والارض تزلزلت والصخور تشققت، دي في متى 27 آية 50 ل 51. وان اللاهوت ما بيتغيرش من حال لحال ولا من صوره لصوره. وان احنا كمان لما بنيجي نقول ان الشخص مات ما نقولش مثلا ان الاله السيد المسيح هو اللي مات، بنقول الانسان السيد المسيح هو اللي مات مش الاله، لان الجسد عمليه الموت هي انفصال الجسد عن الروح. ده اللي يثبت ان المسيح هو مات وهو اله، وان اللاهوت ما يفارقش الناسوت لحظه واحده ولا طرفه عين. بعد ما اكدنا نثبت ان اللاهوت لم يفارق الناسوت ولا لحظه ولا طرفه عين. في النهايه المسيح مر بألمات كتير عشان خاطرنا، حبنا حب غير محدود، كل ده عشان يخلصنا من خطيه ادم. حبنا لدرجه انه فدانا وشال الصليب عننا، وانه تعرض لألمات نفسيه كتير لان هو اتخان واتنكر، ومع ذلك المسيح كمل خطته وفدانا وقام في اليوم الثالث عشان خاطر يفدينا ويشيل الخطيه عننا.